السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي جدا، بيضة واحدة بس ومكونات موجودة في كل بيت. بسكوت البرتقال بطريقة سهلة جدا. وقبل ما نقول المقادير، لو اول مرة تشوفوني انا منى السعيد، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير. نسمي الله. معانا كوباية زبدة على زيت. ما عندكيش زبدة ولا سمنة، هي كوباية زيت. انا هنا حاطة كوباية الا ربع سمنة على ربع كوباية زيت، ومعاهم كوباية سكر بودر. ما عندكيش سكر بودر عادي، سكر ناعم عادي، سكر سنترافيش ناعم. ولا هنحتاج مضرب هنا ولا عجان ولا اي حاجة، بالمضرب اليدوي على ايدك. مش قادرة في الخلاط. هنضرب كل المكونات مع بعض لحد ما الخليط يبيض كده، لحد ما السمنة تبيض كده. وهنحط عليها بضاية وشوية فانيليا، معلقة فانيليا سايلة صغيرة او كيس فانيليا باودر، ونضرب لحد ما البيضة تختفي. وهنحتاج 3 معالق كبار قشر برتقال. اهم حاجة برضو عايزين القشرة الاورنج، مش عايزين القشرة البيضة عشان القشرة البيضة دي بتمرر. 3 معالق قشر برتقال بتخلي نكهة البرتقال باينة قوي في البسكوت. ونقلب مع بعض. هنعوز ربع كوباية عصير برتقال، عصير برتقانة واحدة. مقادير سهلة قوي، مش مكلفة خالص. ونقلب مع بعض. ونيجي بقى هنا المكون ده بقى سر القرمشة. نص كوباية النشا بتدي قرمشة حلوة جدا في البسكوت. وهيكون معانا كوبايتين ونص دقيق، هنحط عليهم معلقة صغيرة بيكنج باودر وذرة ملح. وننزل بقى بالدقيق واحدة واحدة على العجينة ونقلب. البسكوت مش عاوز عجن، البسكوت يا دوبك بس نقلب الدقيق، المكونات كلها تمتزج في بعض. وهنا الدقيق ممكن ما تاخديش الكوبايتين ونص دقيق، حسب الدقيق بتاعك، وممكن تحتاجي ربع كوباية زيادة. اهم حاجة العجينة ما تلزقش في ايدك. هننزل بقية الدقيق واحدة واحدة. انا هنا المقدار خد معايا كوبايتين ونص دقيق كلهم. وبعد ما لميت العجينة كلها مع بعض، نختبرها، ناخد حتة صغيرة كده نشوفها، نكورها في ايدينا. لو العجينة ما شققتش منك يبقى كده تمام، ولا لزقت في ايدك. شايفين؟ بصوا اهي، ما فيهاش ولا مشققه ولا اي حاجه، يبقى كده مظبوطه. لو انت خايفه ان تكون العجينه ناقصه دقيق او حاجه، ممكن تعملي اختبار بسيط. تحطي حته عجينه في الفرن، فرشت منك يبقى عايزه شويه دقيق. هنجيب صاج ألمونيوم من غير ما يدهن ولا اي حاجه. البسكوت اللي معانا مش محتاج، مش هيلزق معاكي في قلب الصينيه. هنكور كور صغيره حجم الليمونه الصغيره كده. هنكور المقدار كله وهنشكل باي حاجه عندك نشكل بيها، ولا محتاجين مكنة ولا كيس حلواني ولا اي حاجة. شايفين؟ جيبي بقى شوكة، غطا ازازة، اي حاجة. انا اول واحدة بططتها، هجيب غطا ازازة. بصوا اهو شكله جميل جدا من غير اي حاجة ولا منقاش ولا اي حاجة. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وفرحي ولادك بيها. هنا ما نفعش معايا الشكل ده. هنجيب شوكة، نجيب واحدة تانية مكورة. هنجيب شوكة اهو نكورها، ونجيب شوكة نعملها بالطول وبالعرض. عملت شكل تاني خالص اهو. طريقة سهلة جدا، والمقدار ده عمل معايا اكتر من 50 حباية بسكوت. هنخلص بقى الكمية كلها، هنشكلها اهو الشكل بالشوكة. بص حلو ازاي. وهنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 170. وده البسكوت بعد ما خلص وطلع من الفرن. لو احمر من تحت ووشه لسه ابيض، ولعي عليه الشواية 5 دقايق بس. بصوا مقرمش ازاي. كوباية النشا هي اللي ادت القرمشة دي.
وهتحافظ عليه اكتر، ممكن يقعد معاكي وقت اكتر. وبكده نكون عملنا اكتر من 50 حباية بسكوت بتكلفة بسيطة جدا وببيضة واحدة بس. وبالهنا والشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير.